ليك خرجتي كيكه من الفران منفوخه وفرحتي بيها، من بعد دقيقه هبطت لك. اليوم غنقول لكم السر الحقيقي اللي كتخلي كيكه منفوخه وهشيشه ورطبه ما تهبطش لك من بعد. هذا الفيديو غادي نشارك معكم جميع الاسرار والاختيارات المكونات بطريقه والخلطه صحيحه، حتى درجة الحرارة ديال الفران والوقت المناسب، بالأخطاء البسيطة اللي كطيحوا فيها بزاف الناس وكتخليكم كيكة فاشلة. إلا بغيتي هاد الكيكة تنجح لك أول مرة بالمذاق كيذوب في الفم، ما تفلتيش هاد الفيديو حتى الاخر. الى اخر النصيحة، هذا هو السر تصنعيه من الفوق كيخلي اي واحد يذوقها ويسولك كيفاش درتي ليها. يلا نبداو على بركة الله، نحضروا مع بعضياتنا. اذا كيكة منفوخة ناجحة في 100%. اول حاجة كنبداو بها هي البيض عندي ندير 5 البيضات، اللي عندهم الحجم صغير كنديروهم، الا كان عندكم حجم كبير ديروا 4 البيضات. الحاجه الثانيه كندير السكر سنيده، انا كندير كاس على حسب الحلاوه. الناس اللي كيكونوا كياكلوا الحلاوه يديروا كاس ونص. بالنسبه للزيت المائده كنديروا فيها كاس ونص. بعد ما درناهم دابا غادي نديروهم في الخلاط الكهربائي ونخليوه يتميكساو، ومن بعد غنرجع معكم. بعد ما تطرب لينا ولا على هذا الشكل ثقيل بزاف، هانتوما كتشوفوا كيف جا. من بعد ما طربنا دابا هذا البيض والسكر، غادي نديرو 2 كيسان ديال الليمون، عصرة الليمون. حاول نحركها بشويه باش ما تهبطش لينا البيض. حاولوا تحركوها بشويه ما تضربوهاش، حيت باش ما يهبطش لينا داك البيض اللي طربناه بزاف مزيان، غير بشويه. هانتوما كتشوفوا باقا مازال خاطره، حاولوا ما نضربوهاش بزاف. دابا من بعد ما طربناها هكذا بشويه باش ما يهبطش لينا البيض، دابا غادي نحتاجو تقريبا معلقه ديال الخل. هذا هو السر الاصيلي اللي كيخلي الكيكه منفوخه ما كتفش بعد. من بعد يعني نديرو الكاس الاول ديال الدقيق، الكاس الثاني ديال الدقيق، الكاس الثالث تاع الدقيق. من بعد كنحاولوا نخلطوها غير بشويه، غير بشويه، باش تنجح لكم الكيكه. خاصكم على الخاطر، حيت الا ضربتوها بالزربه غادي يهبط لكم البيض.
هانتوما كتشوفوا ما قطعت لا فيديو لا والو، كنخدم معكم على المباشر. من بعد ما حركنا الدقيق كنحتاجو تقريبا 2 خمارات. ها هو السير. دابا ملي كتخلطها كتبدا تطلع بشويه بشويه. باش تعرف الكيكه واش ناجحه، ما حدك انت كتحرك فيها وهي كتبغي تطلع، ما حدك انت كتحرك فيها هي كتطلع. شنو السر ديالها باش تطلع؟ هو النخل اللي كنزيدوه هو اللي كيطلع كيكه. هانتوما ما حد انا كنحركها وهي كتطلع. دابا ما خلطناها غادي نديروها شوف. بعد ما خويتها هنايا بالنسبه للفينيسيو كيبقى اختيار ديالكم. الا بغيتو تقدروا ديروا شي حاجه تزينوا بها كتزينوا بها، بغيتو تخلوها تطيب وتزينوها، هذاك الاختيار كيبقى ديالكم نتوما. دابا من غادي نديرها في الفران، غادي نحاول نشعل عليها من التحت، نخليها تا تنفخ من التحت، عاد نشعل عليها في الثاني من الفوق ونطفي عليها من التحت. دابا غادي ندخلها الفران. هي من خرجت الكيكه جات ما شاء الله تبارك الرحمن. انا نخليها واحد شويه، انا حيدها من هنا ونحطها دريسيها ونرجع معكم. دابا كنحتاج واحد الكاس ديال الليمون، عصير الليمون كنحتاجو فيه معلقه ديال المازينه، وكنحتاجو فيه السكر سنيده. كنحركوه مزيان. من بعد ما حركناه غادي نديروه فوق البوطه. دابا من بعد ما طاب سميتو غندير انا الليمون. نتوما كيبقى التزيين اختيار ديالكم، اللي عندكم وفروها بها. هذه كيكه ديال بالليمون. من بعد كندير لها شرشيشه ديال الكوكو. بالنسبه للتزيين كيبقى اختيار ديالكم.
هانتوما تشوفوا الشكل النهائي كيف جا، كي جات ما شاء الله تبارك الرحمن منفوخه. هانتوما كتشوفوا الكيكه الشكل النهائي من بعد ما طابت وزينتها بهاد الليمونات. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساش تشارك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ولا عندك اي تساؤل خليه لي في التعاليق. وفي امان الله وتحياتي لكم، مع السلامه.